يا صباح الخير، صباحكم سعادة وتفاؤل وراحة بال، يا رب جميعا تكونوا بخير. ايه رأيكم نعمل مع بعض النهاردة وصفة نخرج بيها شوية عن الشكل التقليدي للغدا، واوعدك انك هتبهري بيها كل اللي في البيت، حتى الولاد هيحبوها جدا علشان شكلها المختلف. يعني لو اولادك ما بياكلوش الخضار فممكن ياكلوه في الوصفة دي علشان بس تقدم بشكل مختلف شوية. والاحلى كمان في الوصفة دي ان هي تقليدية جدا، يعني ممكن نكون بنعملها كده كل اسبوع، صينية خضار باللحمة، صينية خضار بالفراخ، يعني كمكونات كده ما فيهاش اي افتكاسات خالص، لكن هو الاختلاف بس في طريقة التحضير او في شكل التقديم بتاعها. يعني هو كل الجديد في الوصفة دي ان احنا بنقفل الفخار او الطاجن يعني بطبقة كده من العجين. يعني الطبقة دي مع طريقة تحضير الطاجن بتتبيلة حلوة كده هتنقل معاكي وجبة الغدا في حتة تانية خالص. عارفين طبقة العجينة او العيش دي يعني كفيلة انها تخليكي تحسي انك اول مرة بتاكلي لحمة بطعم وشكل مختلف. اصلا احساس انك تغمسي قطعة لحمة دايبة بعجينة اسفنجية جدا وهشة، وكمان العجينة غرقانة بصوص اللحمة، فالاحساس ده لوحده حكاية بجد. يلا بقى نشوف الطواجن القمر دي حضرناها ازاي. بس يا ريت قبل ما نبدا الفيديو حابه افكركم كالمعتاد، يعني يا ريت اللي ما عملش اشتراك في القناه يشترك، وكمان يفعل الجرس ويعمل لايك وشير علشان ده بيساعد القناه ان هي تكبر. ويلا نقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه كده في الوصفه دي تقدري تستخدمي اي نوع واي قطعيه لحمه انت بتفضليها. في حله وعلى نار عاليه حطيت قطع من الدهن، ولما الدهن ساح نزلت عليه ببصلايه كبيره متقطعه لشرايح رفيعه. قلبت البصلايه بس تقلبتين كده لغايه لما تدبل، انا مش عايزه البصلايه تاخد لون. وبعدين نزلت عليها بمعلقه صغيره من الثوم المفروم الناعم، ولما ريحه الثوم تظهر نزلت عليها بكيلو من اللحمه. وطبعا لو انت ما عندكيش دهن فتقدري تستخدمي معلقه او معلقتين من السمنه، بس انا بصراحه لما بيكون عندي دهن بفضل ان انا اعمل بيه الاكل لانه بيكون صحي اكتر. وبعد ما قلبت اللحمه شويه مع البصل والثوم هنزل بالتوابل الصحيحه اللي هي الكباب الصيني والحبهان والقرنفل ونجمه اليانسون وكمان قرفة خشب. وهقلب بقى اللحمة مع البصل والثوم والتوابل، لان انا عايزة اللحمة تاخد لون شوية، مش عايزة لونها يكون فاتح كده، لان لما ادخلها الفرن هتكون متغطية، فبالتالي مش هعرف افتح عليها الشواية واديها لون. فمن الاحسن ان احنا نشوحها كده من البداية لغاية لما تاخد لون بسيط كده زي اللي انتوا شايفينه. وعلى فكرة خطوة التشويح دي برضو بتديها طعم وريحة حلوين جدا. ولما شوحت اللحمة شوية نزلت عليها بطماطمية متقطعة شرايح، وكمان معلقة كبيرة من صلصة الطماطم، ومعلقتين كبار من هريسة الفلفل الاحمر الحار او الحلو اللي عندك استخدميه، او ممكن تستغني عنه خالص. وهقلب بقى معاهم اللحمه تقلبتين كده، وبعدين هنزل عليهم بالملح، معلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من الكزبره الجافه، معلقه صغيره من البابريكا، نص معلقه صغيره من السبع بهارات. وهقلب بقى اللحمه شويه مع التوابل البودر. من الاحسن يعني انك كل ما تضيفي اضافه تقلبي معاها اللحمه كده تقلبتين علشان بتدي طعم وريحه حلوين جدا. وهغطي اللحمه بالميه السخنه واغطي عليها واسيبها تستوي على نار هاديه. انا بحب اسيب اللحوم عموما تستوي على نار هاديه علشان بتطلع لي احلى مرقه. وعلى فكره انا حطيت الملح على اللحمه من البدايه علشان انا هستخدم الحله الضغط، لكن لو انت هتستخدمي حله عاديه فما تحطيش الملح في البدايه، حطيه قبل التسويه بحاجه بسيطه. وعلى ما اللحمه تستوي هحضر طبقه العجين علشان لازم نسيبها تخمر شويه. فانا استخدمت 3 كوبايات من دقيق متعدد الاستخدامات، وعليه معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من الخميره الفوريه. وانا بصراحه بحب ابهر العجين علشان يكون طعمها حلو، فالخطوه دي اختياري. انا حطيت نص معلقه صغيره من الثوم البودر والبصل البودر والبابريكا، وكمان حطيت معلقه صغيره من الزعتر. وبعد ما قلبتهم مع بعض نزلت عليهم بربع كوبايه من زيت الزيتون، ممكن تستخدمي اي نوع زيت تاني، وكوبايه خليط ما بين الميه واللبن. عايزه تخليها كلها ميه مفيش مشكله، عايزه تخليها كلها لبن برضو مفيش مشكله، عايزه تخليها كلها زبادي طبعا هتكون احسن واحسن. بس انا بصراحه حبيت ان هي تكون في حدود المعقول، فعملت كوبايه خليط ما بين الميه واللبن. وبعد ما لميت العجينه على بعض شويه حطيت معلقه كبيره من الخل علشان تخلي العجينه طريه وقوامها حلو. ولازم بقى اعجن العجينه دي كويس جدا، يعني ناخد وندي كده مع بعض شويه، هي اصلا كميه صغيره فمش هتاخد منك ولا وقت ولا مجهود كتير. المهم ان بعد ما العجينه تلم معاكي ويكون قوامها طري كده بس مش بيلزق، هتحطيها بقى في طبق مدهون بالزيت، وكمان هتدهني كده وش العجينه بالزيت علشان ما تنشفش. عايزه اقول لكم بقى ان طريقه تحضير العجينه دي بالظبط وكاني كده بعمل بيتزا، علشان ريحه زيت الزيتون والزعتر فمخليه ريحه العجينه حلوه جدا، وطعمها بعد التسويه كاني بالظبط بجد عامله بيتزا. وطبعا هنسيب العجينه دي بقى تخمر حسب الجو اللي انت فيه، المهم ان حجمها يتضاعف. وعلى بال بقى ما اللحمه تستوي وكمان العجينه تخمر نقطع الخضار بتاعنا. انا في الوصفه دي استخدمت بطاطس، قطعت كده 3 بطاطسيات حجمهم وسط. طبعا انت في الوصفه دي تقدري تستخدمي اي خضار انت بتفضليه، بطاطس، جزر، كوسه، ممكن تحطي بتنجان برضو بيكون حلو جدا. بس يا ريت لو انتوا هتستخدموا بطاطس تقطعوها المكعبات تكون سميكه شويه، لان انتوا عارفين ان البطاطس ما بتتحملش علشان تحافظ على قوامها لما تدخل الفرن. وانا كمان هستخدم جزرتين، بس تقطيع الجزر عكس تقطيع البطاطس، الجزر يتقطع لشرايح رفيعه وبعدين تقطعي لو الجزريه كبيره كده تقطعي الشريحه الاتنين، لان انتوا عارفين ان الجزر بياخد تسويه شويه. فاحنا لما نقطع الجزر لشرايح رفيعه شويه والبطاطس لمكعبات سميكه فنعمل توازن شويه في مده التسويه.
وكمان هستخدم قرنين كده فلفل حار، طبعا ممكن تستخدمي رومي او الوان بيكون حلو جدا، بس انا بصراحه بحب الفلفل الحار علشان يكون الاكل حرشه كده وطعمها حلو. وطبعا كميه الخضار اللي هتستخدميها فهتكون حسب الرغبه، وزي ما انتوا شايفين كده مكعبات البطاطس سميكه شويه علشان تفضل محافظه على قوامها وما تتهريش منه. وهنا اللحمه بتاعتي كانت استوت، بس انا كنت طفيت من شويه يعني علشان اطلع البخار من الحله قبل ما افتحها. لو انت هتستخدموا الحله الضغط يا ريت تخلوا بالكم من نفسكم، ربنا يبعد عنكم اي شر يا رب. هنا اللحمه بتاعتي زي ما انتم شايفين كانت استوت. هنزل بقى بالخضار اللي انا قطعته، وكمان كان عندي بزله في الفريزر هحطها معاهم، وبعدين احط بقى توابل بسيطه برده في المرحله دي، شويه فلفل صغيرين على شويه كمون على شويه كزبره جافه، رشه كده من الحبهان المطحون، رشه من الكباب الصيني المطحونه. اضافه البهارات في الاخر كده بتدي ريحه وطعم حلوين جدا. كمان هضيف معلقه صغيره من الثوم المفروم الناعم، ده برضو اختياري علشان انا عارفه ان في ناس لمجرد بس ان هي بتشوف الثوم كده بتتعب، بس انا بصراحه اكل من غير ثوم لا ما بيمشيش معايا خالص. المهم ان انا هغطي على الخضار ده واسيبه يغلي كده ربع ساعه على نار متوسطه. انا مش عايزه الخضار يستوي على البوتاجاز، انا عايزاه يكمل التسويه بتاعته في الطاجن. والطواجن طبعا هتكون على حسب كميه الخضار واللحمه اللي انت مستخدماها، يعني لو طلعت كتير زي اللي عندي كده فممكن تقسميها على 2، او ممكن تعملي طواجن صغيره كده زي ما انا عملت. وهنسيب بقى الطاجن الحلو ده على جنب لغايه لما نعمل طبقه العجينه الحلوه قوي دي. وزي ما انتم شايفين العجينه اللهم بارك كان قوامها حلو جدا، هتتفرد معاكي بمنتهى السهوله. بصي بقى طبقه العجينه اللي فوق دي السمك بتاعها هيكون حسب الرغبه، يعني لو انت بتحبي طبقه العجينه تكون سميكه كده وهشه وقطنيه شويه فهتخليها سميكه وانت بتفرديها، لكن لو انت بتحبي العجينه تكون سمكها رفيع فدي برضو في ايدك كنت بتفرديها، فالسمك ده حسب الرغبه. بس علشان انا كنت عايزه طبقه العجينه اللي فوق دي تكون سميكه شويه علشان اغمس بيها كده زي العيش، والعجينه كمان كل ما بتكون سميكه بتبقى اطرى وقوامها بيكون سفنجي جدا. بعد ما تفردي العجينه هتلفيها بقى رول على النشابه وهتاخديها وتفرديها على الطاجن زي ما انا عملت كده، وبعدين هتضغطي على العجينه من طرف الطاجن اللي فوق علشان تفرديه كويس وكمان تحبسي الحراره، وبعدين هتجيبي بقى سكينه او اي قطاعه يعني تقطعي بيها الزيادات دي، بس طبعا الزيادات دي مش هنرميها، هترجعي تلميها برده وهتسيبيها ترتاح شويه صغيرين علشان هنستخدمها تاني. وده وش الطاجن انا دهنته باللبن، لان بصراحه انا من الناس اللي ما بتفضلش ابدا ان هي تدهن وش اي عجينه بالبيض، بصراحه انا بفضل اللبن على وش المعجنات، العيش، التوست، اي حاجه يعني، المهم ان انا ما استخدمش بيض. وكمان لاحظت ان هو بيديني لون مظبوط جدا. ودي بقى العجينه اللي كانت فاضله معايا، بعد ما فردتها قطعت منها برده وحطيت على وش 2 طاجن صغيرين، والباقي بقى قطعته على شكل نجوم وحطيته كده على وش الطاجن، قال يعني وكاني عامله تارت مثلا. وكمان بعد ما حطيت النجوم دهنتها باللبن ورشيت عليها سمسم وحبه البركه. وده كمان الطاجن الصغنن اللي انا كنت قايله لكم عليه عملته برده بنفس الطريقه، دهنته باللبن وبعدين هحط على الوش سمسم وحبه البركه. طبعا ممكن تسيبيه ساده يعني تدهنيه باللبن وما تحطيش عليه اي حاجه، هيديكي برده لون حلو جدا. ودخلت بقى الطواجن القمر دي على فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 180 في الرف اللي في النص. مش هتطلعي الطواجن من الفرن غير لما العجينه دي تستوي وتاخد لون حلو زي اللي انتوا شايفينه ده، لان كده كده اوريدي اللحمه جوه مستويه والخضار كان واخد ربع ساعه كده تسويه، فمش محتاج غير حاجه بسيطه. فانت مش هتطلعي الطواجن دي من الفرن غير لما الوش بتاعها ياخد لون. وعلى فكره انا محتاجتش افتح عليها الشوايه خالص، هي اخدت معايا في الفرن من 20 ل 25 دقيقه، بس خلي بالك هي هتكون حسب حراره الفرن بتاعك، يعني لو الفرن بتاعك درجه حرارته بتكون هاديه فهتخليها على 200 مش 180 علشان ما يحتاجش وقت كبير معاكي في الفرن. وبس كده بطريقة تحضير ومكونات تقليدية وبسيطة جدا عملنا حاجة جديدة شكلها جديد طعمها حلو. وعلى فكرة عايزة اقول لكم بقى ان الطواجن الصغيرة دي بتكون مغرية جدا للولاد، انك تحطي قدام كل واحد فيهم كده طاجن صغير ممكن ياكلوا مثلا علشان شكله الجديد المغري بالنسبة له ان هو يقطع كده بالسكينة ويحس ان هو متحكم فيه، فدي لوحدها حاجة بتكون حلوة جدا للولاد. وده كان شكل الطاجن بتاعنا من جوه، زي ما قلت لكم طبقة العجينة اللي فوق دي تقدري تتحكمي في السمك بتاعها زي ما انت عايزة، بس انا بصراحه بحبها تكون اسفنجيه جدا وهشه زي اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي. وعلى فكره ممكن بالعجينه اللي هتفضل منك ما تعمليش اشكال على وش الطاجن وتعمليها كام رغيف كده صغيرين وتدخليهم الفرن، بيبقوا حلوين جدا لو انت عايزه تكملي بقى الاكله بعيش وبلاش تعملي رز. انا عملت جنبها رز ابيض مصري منبهر، بس خلينا اكون صريحه معاكم انا اللي خلصت الطبقه اللي على الوش دي كلها لان بجد كان طعمها حلو جدا. جزء منها بيكون طري غرقان بالصوص زي ما انتوا شايفين كده، والجزء اللي كان على الجوانب كان مقرمش كأنك بتاكلي بسكوت مثلا. جربيها بقى وعيشيهم جو المطاعم في البيت، ويا سلام كمان لو عندك عزومه انا واثقه ان هي هتعجبكم. كده الفيديو بتاعنا النهارده خلص، نتقابل ان شاء الله على خير في فيديو جديد، استودعكم في امان الله وحفظه. بس ما تنسوش لو انتوا استفدتوا من الفيديو ده ولو بحاجه بسيطه تعملوا الخير النهارده وتدعموني بالاشتراك في القناه، وكمان ما تنسوش اللايك والشير. ربنا يحسن ما بين ايديكم، بحبكم في الله.